البطاقة الحمراء اليوم لن أشهرها، حشمت، استحيت أني نشهر البطاقة الحمراء، لأنه البطاقة الحمراء التي سنتحدث عنها في هذه السهرة تتعلق بفريق يسمى نادي القرن. وأردت اليوم أن أضع إسقاط على ما يحدث في البطولة الوطنية في وقت احنا هنا ما زالت الناس ما على بلاش وين تلعب، ما عندهاش ملاعب، نضربوا على شكون يقعد في الجنوب او في المدرج الجنوبي في ملعب 5 شويه منعرج، شكون يقعد في المدرج او المنعرج الشمالي. الناس راهي تتطور وراهم جيراننا ما همش بعاد علينا كثير. الامر يتعلق بنادي الاهلي المصري. نادي الاهلي المصري ماهوش من عدم، الفريق راهو يحقق في القاب وراهو يتطور من عام الى عام ويريد ان يصل الى التتويج بكأس العالم للأندية. هذا هو الهدف، والهدف هذا يأتي بعد المركز والنادي تاع الفريق وبعد الملاعب الجوارية اللي عندهم. تصوروا أين وصلوا اليوم. هذا الأسبوع داروا حفل ضخم تابعته كاملا، شاهدوا والله نغيروا برك، احنا ما راناش نحسدوا، ولكن ماذا بينا الأندية تاعنا دير على الأقل تعاند مثل هذا النوادي في مراكز في ملاعب. نادي الأهلي المصري الآن راح يكون عنده ملعب خاص به، ماشي الدولة تبنيه كما دارت ليون في فرنسا. باريس سان جيرمان وما عندهمش ملعب تاعهم، راح يبني واحد، راح يديروا ملعب وعطاو التوقيت وقتاش يخلص. قبل ما نروحوا اعطينا صور الملعب هذا اللي راح يكون ل 42 ألف متفرج مع إمكانية إضافة هاو الملعب في أونتروادي. ملعب رائع للقلعة الحمراء، نادي الأهلي المصري. هذا الملعب الرائع الذي انطلقت هذا الأسبوع عملية الحفر لهذا الملعب الجديد بقيادة الرئيس محمود الخطيب، أحد أساطير نادي الأهلي المصري. كان لما وضع البرنامج تاعو محمود الخطيب، الهدف تاعو الأول قال لهم أننا نبنيو هذا الصرح، هذا الملعب، قال لهم هذا هو الأوبجيكتيف تاعي نيميرو 1 باش يولي عندنا ملعب خاص بنادي الأهلي المصري. شوفوا الناس كيفاش راهي تتطور، كيفاش راهي تعمل، كيفاش راهي تخمم على بلادها، لأنه هذا عمل لصالح الوطن أيضا. لما يولي عندك ملعب بحجم هذا الملعب الرائع اللي تم تصميمه هكذا اونتروادي، لكن راح تشاهدوه بعد مدة زمنية محددة. لا أفضل أن نقولها، نخليه تحت سمعه بعد قليل، محمود الخطيب هو اللي يقولها. أعطيني أعطيته لي اونتروادي خلاص. نروحوا الحفل الرائع اللي خلينا نكملوا نشوفوا الملعب هذا اللي راح تشوفوه بعد مدة زمنية محددة. عندما تنتهي سيدي المخرج قل لي باش نروحوا لصور الحفل هذا لفيستير الداخل كيفاش راح يكونوا لاصال دو سبور، ليصال مش لاصال، قاعات تاع تقوية العضلات. 42400 يرفد هذا الملعب. لما نحكيو على الامور اللي كاين لي تيران دو بروكسيميتي اللي كاين تما، المرافق، فندق، كاين امور كثيرة في هذا الملعب الجديد. شاهدوا الحفل، اعطيني الحفل من فضلك، الحفل اللي داروه في مصر من اجل أن يعلنوا عن هذا الخبر السار. الحفل بحضور وجوه رياضية كبيرة يتقدمهم طبعا الرئيس محمود الخطيب. وهذا الحفل الذي كان أكثر من رائع، كأنك تشوف في حفل في مدينة كان، أو كأنك تشوف بحضور نجوم كبيرة. ستشاهدون الأسماء التي حضرت، ما نتكلموش على وزير الرياضة تاعهم والوزراء والمهندسين وأعضاء مجلس الإدارة، وكيفاش الناس راهي تتطور. وإحنا ماذا بينا على الأقل نحاولوا كيفاش ناخذوا ولو 10% من هاد الناس اللي راهم مش بعاد علينا. وماهوش عيب أننا نديروا توأمة مع فرق مثل هذه، نديروا على الأقل كوبي كولي، ما نتفلسفوش يا سيدي، نديروا كيما راهم يديروا، نحاولوا كيفاش نديروا. هذا الحفل اللي حضروا طبعا محمود الخطيب، وحضروا أيضا النجم الإيطالي فيري، الهداف فيري اللي كان معروض، يعني كان مدعو كضيف شرف في هذا الحفل الكبير لنادي القرن. هذو كيسمي روحوا نادي القرن، تجي عليه نادي القرن صراحة، حقيقة هذه نادي القرن. روح لي للحفل من فضلك اللي طبعا افتتحوا محمود الخطيب، أسطورة الكرة المصرية والعربية والإفريقية، وبحضور نجوم كبار من بينهم كريستيان فيري اللاعب الإيطالي، النجم الإيطالي. شاهدوا الحفل وشرح محمود الخطيب في الحفل
كل ما يتعلق بنادي الاهلي المصري، وشرح لهم هاي ليك اون 3 دي واش البروجي تاعو كيفاش كان، طبعا حضور فيري اللاعب الدولي الايطالي حائز على كاس العالم على ما اعتقد، سي ان شامبيون دي موند، شامبيون دوروب، وتم تكريمه طبعا في حفل منقطع النظير في القاهره المصريه. خلينا نسمعوا دائما مع البطاقه الحمراء ما قاله محمود الخطيب حول مده زمنيه، المده الزمنيه. شاهدوا من حضر في الحفل، شوف الناس كيفاش تنظيم وبحضور حتى درع كأس العالم على ما أعتقد، نعم كأس العالم اللي راح تكون في شهر جوان القادم. هاوليك مكان إجراء الحفل في أحد المناطق الأثرية في مصر، وراح نشاهدوا بعد قليل ما قاله محمود الخطيب حول المدة الزمنية. أعطينا المدة الزمنية بلسان رئيس النادي. البرنامج الزمني للانتهاء من الانتهاء يا محمد، مش كده؟ ان شاء الله لمباراة الافتتاح يا فندم. يا رب يا رب ان شاء الله 200 اسبوع باذن الله ان شاء الله. بالتوفيق باذن الله يا محمد. وانا الحقيقه يعني يجب ان انا اشكرك واشكرك جدا. شكرا يا حبيبي. في الاخر يا جماعه هتلاقوا كلكم البرنامج الزمني ده موجود على القلعه الحمراء. إذا 200 أسبوع سيكون جاهز، وداروا الكونتاروبور، يعني بداوا ينقصوا 200 أسبوع، بعد 200 أسبوع كل واش شفناه في 3 دي يكون جاهز. إذا عندك صور بداية الحفر خلينا نشوفوها. نعم بداية حفر بداوا لي زونجا يخدموا من اللحظة اللي عنوا فيها على هذا الملعب الرائع. علي بن شيخ، أمور مثل هذه نتمنى نكونوا عايشين ونشوفوها في نوادينا الجزائرية، لما لا؟ إن شاء الله هذا واش نتمنى. على كل حال أنا كي نشوف هكذا تغيدني عمري، والله سانسيرمون غير تغيدني عمري. الناس ويننا ملاحقين، وما تنساش هذا فوتبالور لعبنا كيف كيفاه، لعبنا ضد ولعبنا كلش كيف كيفاه. شوف هو وين راح وشوف احنا لي فوتبالور وراهم. هذه بريمير ريمارك. ثانيا الملعب ما عندي ما نقول واش المشروع هذا مشروع روعه، ولكن هذا حتى شاور لي سيبورتور، جاو ليه لي سيبورتور قالوا له ما ديرش المشروع هذا ماهوش مليح وكذا، وخاف وكذا. احنا لو كان ندير مشروع هكذا يجيو لي سيبورتور يدخلوهم زعما ما فهمت انت، هما لم يحكموا في الفوتبول. كيفاش تحب يمشي احنا الفوتبول؟ ماشي كاع لي سيبورتور حاشا، مي توجور اون بارتي اللي راهي تحكم في البالون. شوف الناس وين لحقت يا اخي، وهذه مصر ماشي كاع نقولوا لونجلترا عندهم تقاليد فوتبول صح، عندهم اكثر من قرن، ولا مش عارف، ولا السعوديه عندهم الاموال، ولا ستاد ديالهم كلوب بيان اورغانيزي. علاش شاك فوا نتايا تمد ليكزومبل بهم؟ قلت لك هما ممكن مارسي ما عندهمش واش عندهم هادو، صح. الله ما تجيش تمثل بهذا النادي الاهلي، تمثلوش بهم. شوف ذاك الملعب هما يشوفوه لبعيد. دوك هذا محمود الخطيب لومبران تاعو دارها خلاص. هذا الملعب يولي يدخلهم العجب، باسكو لي بوتيك لي ماغازان لي كدا فندق كاين اوتيل فيه كلش العجب. ولوبجيكتيف تاعهم قلتها انت بيان، ولا ما داوش كوب دي موند في هادو ما يديوها في هذا الملعب، بهذا الملعب، ولا ما داوهاش في هذه العوام اللي كاين يديوها بهذا الملعب. هم الاوبجيكتيف تاع توجور نروح بعيد، نحوس وين نافونسي. احنا مازال دبزه على لي سيبورتر، واحد يقول له نقعد منا الاخر يقعد منا. انا بعاد لا حتى ما راناش ماشي بعد لا حتى التسيير تاع النوادي ايضا ما نحصلوش غير على لي سيبورتور. عطيت مثال فقط تعبنا منا، مي حتى لي بريزيدون كلوب تاعنا التسيير تاع كره القدم لازم له ثوره. محمد قاسي سعيد ان بريزيدون كيجيب لك دي جوار اللي ما يلعبوش كامل، ما يلعبوش، وواحد يحوس غير على الاربيتراج كيفاش باش يعاونني باش نربح الماتش. الناس راهي في عالم وحنا رانا في عالم مش يحدث في القسم الثاني من تلاعبات، يعني حاجه ما يعني في بلاصتها. يا رضوان انا نهضروا على نادي اللي تكريا en 1907.
عندك كريا اون 1907 مولوديه الجزائر 1921. انا سامحني كي تقول لي لا دات تاع لا كرياسيون انا ما نوافقكش. فريق مولوديه الجزائر كي فاز بالتريبلي سنه 1976 فريق الاهلي كان مازال ما داش كوب دافريك داها في 82 ولا في 81. ما راك تعلم لي حتى شيء على بالي. يعني ما على بالي بلي نهضه المولوديه الاهلي ما دابش كانوا ما عندهم حتى على بالي. قلت لك فريق اللي تكريا اون 1907 من 1907 لهنايا تسير هذا الفريق برجال نزهاء ناس نضاف اللي كانوا يسيروا في هذا الفريق. تقول لي المولوديه تكريات من 1921 كانوا رجال كرياوه نصحهم بعد تيك دزنا من 1920 ولحقنا ل 2000 و 2000 شوف كيفاش تسيرت المولوديه. الفريق هذا قلت لك ماشي نتكلم لك على المولوديه، انا كي نتكلم لك على هذا الامر نعم نتكلم لك على شبيبه القبائل. هذا صور تاع بدايه الحفر. نعم قال لك 200 اسبوع يكون واجد ما تزيد فيه حتى حاجه. دورني لا هو لانه صور لا بعد تنسيني لا تكلمت على المولوديه ما تكلمتيش على جهازك. لا قلت لك انا كنت تكلمت على المولوديه. لا ما تكلمش على المولوديه. لا انت قلت لي 1907 انا تكلمت على المولوديه. رحت لك للفريق العريق في الجزائر اللي هو مولوديه الجزائر وقلت لك كي داو الشامبيونز ليغ الاهلي كان مازال ما داهاش. مي راني نتكلم لك في البطاقه الحمراء على كل النوادي شبيبه القبائل مولوديه وهران شباب بلوزداد ماشي الى مولوديه الجزائر. مولوديه الجزائر على الاقل سيد رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون عطى لهم ملعب ما تبنيش الملعب عطاته لك الدوله الجزائريه. الان الانطلاق في امور اخرى. تحكي لي على وقت والمولوديه دات لا كوب دافريك ولا سطيف ولا جياس كان الناس اللي عندهم 15 يعني 15 تشامبيونز ليغ افريكان يا اردوان واش تكلم لي. الناس هذه تخدم هاد الناس يخدموا دون لو سونس تاع الفريق باش الفريق تاعهم يكبر. ماشي كيما حنايا شفت الاموال تاع الدوله تكلم قبات امين مدربين يجيو اللي يجي للجزائر يخمم في الفيفا يربحنا في الطاس اللي يجي للجزائر يربحنا في الطاس. الناس هذو ما عندهمش انت تعرف نادي كيما هذا ولا كيما الزمالك اللي يجي باركي تقريبا العداله وعلى بالك باللي هو فريق تاع العداله ما تجيش تكلخرهم. الناس النزهاء يخدموا للفريق ديالهم وهم عندهم ثقافه كيما انا نشوفوا برشلونه ولا ريال مدريد يحب الفريق ديالو في القاهره كان وعلى بالك كلشي كان زوج انديه كان الزمالك وكان الاهلي.